مرحبا بكم في حلقه جديده من كلام خفيف. كانت الهدف هو اننا نهضروا على هذا القرار العشوائي ديال الدراجات الناريه، ولكن الحكومه تداركت الموقف وعطات المهله ديال عام باش انه تكون واحد المرحله انتقاليه في هذا القانون. وبطبيعه الحال وحنا تنلاحظوا هذا النقاش هذا اللي كان فاكد بانه القرار او الدوريه كانت عشوائيه بدرجه كبيره، وبانه الناس اللي تيخرجوا لنا القرارات ما عندهمش علاقه نهائيا بالمواطن البسيط ولا بطبيعه الحياه ديالو ولا بالروتين ديالو اليومي ولا بتدبيره للحياه اليوميه ديال كل مواطن والمشاكل اللي تيعانيها، والقرارات تجي عشوائيه فقط. بغينا نسدوا هذا القنت، نسدوا لهاد الناس، بغينا هذا المطر خصنا نحدوا من السرعه ديالتهم، اجوا نحدوا لهم من السرعه ديالتهم. ولكن هذا الحدث كيفاش بغى ياثر به المواطن ما تيبقاش مهم. فبطبيعه الحال وحنا تنعرفوا بانه يعني هذه المهله ديال عام تتعني بانه ماشي شهر 9 ولكن شهر 9 الاخر، وحنا كاملين عارفين اشنو بيكون في شهر 9 الاخر، بتكون الانتخابات البرلمانيه. فبطبيعه الحال اخنوش تيقول بانه انتم خرجوا القرار وانا غادي نحيدو باش نبان انا اللي زوين في الاخر، وهذه الاستراتيجيه تنعرفوها لانه دوزناها في المغرب سنوات وسنوات. في الاخير تنبغي نقول بانه مالين الماطر خصهم يلقاو الحل، واخا ما عرفتوش شنو هو، ولكن خصكم تلقاو الحل لماطركم قبل ما توصل هذه المهله هذه. وفي نفس الوقت تنبغي نقول البرلمانيين والسياسيين ديال مدينه مراكش خصوصا بانها مشهوره بالماطر، بلا ما تركبوا على الموجه ديال القرار ديال الحكومه، لانه الناس اللي دافعوا على المواطن وانتقدوا هذا القرار كانوا محسوبين على رؤوس الاصابع. فبلا ما تجيو دابا من بعد القرار ديال الحكومه وتبينوا راسكم بانكم واعرين وحتى نتوما راكم مع المواطن، لانه في الاخر غادي تكونوا سياسيين خفاف.